تعالوا النهاردة أوريكم حشوات مختلفة للسمبوسة وهوريكم الطريقة بتاعتها والطريقة بتاعت اللف بتاعتها عاملة ازاي. أول حاجة هنجيب الأكياس بتاعت السمبوسة جاهزة من بره. معانا جبنة موتزاريلا، معانا صدق، معانا سوسيس، طماطم وفلفل. اول حاجه بقى خالص هنجيب السوسيس، هنحطه كده في شويه ميه لحد ما نلاقيه بدا يطرى معانا ويستوي حاجه بسيطه كده عشان ما نحطهوش ني. وبعدين هنقطعه بالطول كده، شرايح بالطول زي ما انتم شايفين، وبعدين نقطعه لقطع صغيره بالطريقه دي. طريقه سهله جدا. وبعدين هنجيب الفلفل نقطعه قطع صغيره، فلفل بقى رومي، فلفل حامي. وبعدين نجيب الطماطم نقطعها برضو لقطع صغيره بالشكل ده. وبعدين هنضيفهم بقى كلهم على بعض ونقلبهم كده بالشكل ده. وبعدين بنجهز الدقيق والميه اللي احنا هنقفل بيهم السمبوسه. شويه دقيق كده، بنضيف حوالي معلقتين من الدقيق، معلقتين معقولين مش كبار قوي، ومعاهم شويه ميه لحد ما تبقى القوام معانا عامل زي العجينه كده، لا هي سايله قوي ولا هي تقيله. وبعدين هنحط شويه بقى جبنه موتزاريلا، انا بحب جبنه الحمد حلوه جدا في الطعم وفي المطه بتاعتها. ونقلب بقى كده الحشوه بتاعتنا كلها كده. حطينا سوسيس وطماطم وفلفل وحطينا الجبنه الموتزاريلا. بصوا بقى الطريقه دي بعملها كده بالشكل ده واخليها زي القرطاس واقفلها، واقفل بقى الحرف بتاعها بالعجينه اللي احنا عملناها. هعمل لكم واحده تانية بنفس الشكل. بصوا بنعملها كده زي القرطاس بحيث ان هي ما تخرجش مننا او الحشوه تقع واحنا بنحشيها. دي احلى واسهل طريقه للحشوه بتاعت السمبوسه. بصوا برضو انا عملت لكم كده كذا واحده بنفس الطريقه، هتشوفوا الطريقه بتاعتها سهله قوي ولا هتفك منكم ولا اي حاجه. وتقفلي بالعجينه كويس جدا، هتلزق معاكي ومش هتفك ابدا. بصي اهي انا عملتها لكم بالراحه، تنيتها كده على مرتين وعملتها زي القرطاس. وما تكتريش الحشوه قوي، تكتريهاش زياده عن اللزوم عشان ما تتقطعش منك. كل ما هتكتري الحشو جواها هتلاقيها اتقطعت منك ومش هتتلف حلو معاكي. اهي بصوا انا عملت الحشوه كده كام واحده كده ازاي. وعملت حشوه تانية بالصدق، قطعت قطع الصدق حطيتها في معلقه صغيره جدا سمنه، معاها فلفل ومعاها طماطم ومعاها شويه فلفل اسود وشويه بهارات وحبه ملح صغيرين. ونحط اي نوع جبن مع الصدق. عايزين جبنه من الجبنه اللي انا حطيتها دي العاديه خالص، جبنه مثلثات، جبنه موتزاريلا، اي نوع جبنه هيدي طعم. بصوا شكله وريحته وطعمه اصلا لوحده كده، الحشوه كده طعمها في منتهى الجمال. هنكمل بقى بنفس الطريقه اللي انا وريتها لكم بتاعه الحشوه. بصوا برضو بنقفلها كده ونعملها زي القرطاس ونحط الحشوه بتاعتنا جواها ونقفل بالشكل ده. بصوا الجمال، سهله ومش هتاخد معاكم وقت بقى خالص. وتجهزيها وتفرزيها، تحطيها في الفريزر، تطلعيها من الفريزر على التحمير على طول وتبقى جاهزه معاكي طول شهر رمضان. وبصوا بقى انا بحطها في اكياس كده، عايزه تحطيها في علب حطي، عايزه تحطيها في اكياس وحطي. قسمي كل كيس يبقى على قد الكميه اللي انت هتطلعيها في كل اكله. شوفي انت عايزه تحطي كميه قد ايه وحطيهم وقسمي، تطلعي الكيس كده تحمري منه على طول. وبالهنا والشفا.